شفنا في الجزء اللي فات ريوما الراجل اللي مات والملوك نقلوه لعالم الانمي وقدر يكون علاقات كويسة مع ناس كتيرة ساعدوه وعمل المشروع الخاص بيه. وخلص الجزء اللي فات مع وداع اكتر عيلة ساعدته وحسسته تاني بمشاعر العيلة والطيبة اللي كان مفتقدهم. فيلا بينا بقى نبدأ الجزء التاني ونشوف ريوما هيعمل ايه تاني في العالم الجديد. بيبدأ الجزء التاني بريوما وهو بيجري للمحل لأنه متأخر. بنعرف إن الحياة استمرت بنفس الوتيرة بعد سفر عيلة الحاكم، وسبب تأخير ريوما النهاردة إنه كان بيدرس سلايم ومحسش بالوقت. بيدخل يسلم على كل العمال وبنشوف ان الشغل كويس جدا والعملاء راضيين على الخدمه. لما بيشوف كلارا بتطلب منه انه يجي دايما متاخر زي النهارده، لانه لما بيجي بدري بيعمل كل شغلهم وده مش صح، والطبيعي إنه يسيب كل واحد يقوم بدوره. كمان يسيب فرصه للموظفين الجداد علشان يتعلموا الشغل. اليوم بيفهم قصدها ايه وبيوافقها الراي، بتقول انا عايزه اتكلم معاه بخصوص المحل التاني كمان. وهما بيتكلموا بيسمعوا صوت عالي جدا من بره، فبيطلعوا يشوفوا فيه ايه. بيلاقوا لينج رابطه اتنين وبيعرفوا انهم بلطجيه جايين يشتكوا من ان هدومهم ما اتغسلتش كويس. لكن الغريب ان الناس بتضحك. بيسأل ريوم عن السبب فبيحكوا لهم اللي حصل بالتفصيل، وهو ان الراجل لما استلم هدومه كانت نظيفه، وده خلاه ما يعرفش يتخانق ان محل غابه الخزيران فشل في تنظيف هدومه. بدأ يتخانق مع الراجل اللي معاه لانه قال له يوسخ الهدوم كويس علشان ما تنضفش. هنا الكل ضحك عليهم وبتاخدهم لينج وبتسلمهم للشرطه. بتقول جيم بثقه ان مفيش اوساخ تقف قدام غابه الخزيران. فكر ريوم انه محتاج يزود الامن علشان اللي بيحصل، وبيبص على الشبابيك الكتيره القريبه من الارض. يقول لكلارا انه هيروح للمنجم علشان يجرب حاجه. بيرجع للمنجم وبيبدأ ان ينفذ اللي في دماغه، هو انه يخلي السلايم اللازج يصنع محلول التصلب وبعدين يستخدم الدائرة الفاصلة لإزالة الرطوبة، ويضيف شوية من محلول التصلب ويستخدم الدائرة الفاصلة تاني علشان يزيل الرطوبة. بيفضل يكرر العملية علشان يكثف محلول التصلب، وبيشكل أخيرا إزاز قوي جدا. يحاول يكسره ومش بتنكسر حتى لما بيضربها بالسحر المعزز، وبكده تكون الخيار المناسب علشان يأمن المحل ويحمي العمال والزباين. بيعمل منها كتير علشان تكفي عدد الشبابيك اللي في المحل. وبعد ما بيخلص بيلاحظ سلايم لونه أخضر غامق أول مرة يشوفه. لما بيقيمه بيلاقيه سلايم دواء ومتقن للقتال. بيحاول يفتكر هو انضم لهم امتى لانه ما تعاقدش مع سلايم كده ابدا، وبيفهم انه متطور. بيفتكر انه وقع ازاز الدواء امبارح وراح علشان يجيب حاجه ينضفها، بس لما رجع ملقاش حاجه على الارض وافتكر ان السلايم المنظف هو اللي نظف الارض. لكن الحقيقه ان السلايم السم شربه وده خلاه يتطور وينتج دواء. بيجرب تاني وبيحط دواء لسلايم السم وبيشربوه فعلا. بيطلب من السلايم يوريه انواع الادويه اللي يقدر ينتجها. فعلا بيسمع كلامه وبيعمل مرهم وترياق ودواء شربه، وسم سريع يشل وسم بطيء يشل ودواء مضاد للبكتيريا اللي هو المطهر. بيفرح ريوما جدا من امكانيه السلايم وبيفتكر عيله راين وانه مش عايزهم يقلقوا عليه. بيفتكر انه بقاله كتير ما تواصلش مع الملوك، وبيقرر يروح تاني للمعبد علشان يشوفهم. تاني يوم بيروح للمعبد وبيغمض عينيه علشان ينتقل لعالمهم، لكن الموضوع بياخد وقت على غير العاده. بيقابل واحد اسمه تيكون ملك التكنولوجيا والحرف، والتكن بيقول له يتكلم بسلاسة لأنه مش بيحب الرسميات. بيرد عليه ريوما إنه سعيد بلقائه، وبيشوف التماثيل اللي عملها لعيلة راين قبل كده وبيسأله عن سبب وجودها هنا. بيقول له تيكون إنه كان عايز يشوفها كويس علشان كده عمل نسخة منها. بيسأله إنه من الأرض، فبيحكي له ريوما حياته بشكل مختصر وطريقة انتقاله للعالم بتاعهم. بيقول له تيكون إنه سمع قصته، لكن التقنيات في العوالم التانية مميزة حتى في عمل المجسمات، وإن أي حاجة جديدة بتثير اهتمامه كملك للتكنولوجيا والحرف، وإنه بيعرف كل حاجة عن التقنيات في العالم ده. بيسأل عن الوقت اللي أخده علشان يعمل المجسمات، لانه اكيد اخد وقت كبير جدا لانها مش حرفته الرئيسيه غير انها منحوته بدقه. بيرد على ريوما ان صناعه الاشياء اللي كانت هوايته وانه كان بيكسب منها بشكل كويس من المبيعات والعموله. بيسال عن باقي الملوك فبيقول له انه بيعملوا شغلهم. بيتكلم عن ملك السحر والاكاديميات اللي دايما منعزل في اوضته، وصعب على ملك زيه انه يقابله غير باقي الملوك. بيخلص الوقت وبيرجع ريوما للواقع تاني وبيروح لغابه الخزيران وبيوريهم الازاز القوي اللي عمله. لينج بتجرب تكسره بكل قوتها وكمان بالسحر المعزز، لكن ما بتقدرش. بيقترح ريوما انهم يغيروا ازاز كل الشبابيك علشان يمنعوا اي حد ممكن يدخل منهم. لينج بتعترض لانهم لو اتحصروا مش هيعرفوا يخرجوا. بيقرروا ما يبدلوش كله، بكده هيسهلوا الحراسه وهتبقى على الشبابيك اللي ما اتغيرتش بس. كلارا بتقول لريوما انها عايزها علشان يكملوا كلامهم بخصوص المحل التاني. بيقول لها ريوما انه شايف انه لسه بدري، وبيروح علشان يقابل سيرج في شركته. بيقول انه جاي النهارده علشان محتاج شويه حاجات من عنده. يكمل انه عايز عدد كبير من القوارير لتخزين الدواء علشان عنده وقت فراغ يصنع فيه الادويه. ده بسبب ان المهام اللي بيروحها كصياد سهل الاصابه فيها، وانه كل ما يبقى جاهز كل ما يبقى احسن. بيقترح عليه انه يشتريها من نقابه التجاريين، هتبقى ارخص. لما بيروح بيقابل جريس وبتقيم الدواء بتلاقي ان فعاليته كويسه جدا. بتقول له يفكر يفتح فرع تاني للمحل بتاعه لو عنده مشكله في التمويل ينتج الكميه اللي عايزها من الدواء وهي هتشتريها منه. ومروح بيلاقي طائر الليمور جاي عليه ومعاه رساله من ايلا كاتبه له انهم وصلوا لمدينتهم واستقرت، وبتطمنوا على عائلتها وكمان السلايم اللي اخدتهم منه. ولما بتقرا عن الانجازات اللي بيعملها بتتشجع انها تعمل زيه وبتتمنى له حياه كويسه. كلامها ليه بيلهمه علشان ياخد خطوه جديده في حياته، وبيقرر يسمع كلام كلارا وجريس ويفتح فرع جديد لغابه الخزيران. بيبدأ ريوما تدريب العمال على الدفاع عن نفسهم ضد أي حد يفكر يهاجمهم. تاني يوم بيسمع ريوما صوت حد بيزعق، ولما بيدخل بيشوف راجل بيتخانق لأن قميصه اتقطع. بيوقفوا ريوما وبيجيب سلايم وبيوري كل الزباين اللي واقفين طريقة الغسيل واللي مستحيل تسبب في قطع. بيوري
بيواجه الراجل وبيقول له إنه كداب وجاي شهر بالمحل. بيهاجموا الراجل لكن بيعرف ريوما بضربة واحدة يوقعه على الأرض وبيطلب له الحراس، والحراس ماشيه بتقول كلارا انها خايفه لان دي تاني مره يجي شخص يعمل لهم مشاكل في الشغل. هم حتى مش فاهمين مين اللي ورا كل ده لان مفيش منافس ليهم في السوق. بيطلب ريوما من كلارا تدور على السبب ورا كل اللي بيحصل. بيسيبها وبيمشي ويقابل في طريقه اساج الصياد من ضمن اصدقائه في النقابه. بيشوف معاه سيف جديد مميز وبيساله انه عايز يجيب واحد برضه علشان يامن المحل بتاعه. يقول لاساج انه اشتراه من واحد معرفه في العاصمه الملكيه وعمل له خصم، لكن السيف ثمنه غالي جدا. بيشكر ريوما وبيرجع للمنجم وبيفكر يعمله من الخامات اللي عنده، خصوصا ان باباه على الارض كان بيعلمه ازاي يعمل سيوف لكن توقف لانه شافه مش هيتعلم. لا يتعلم فنون الدفاع عن النفس وعلمه استخدام كل الاسلحه زي السهم والرمح والسيوف وكل الاشكال. يفتكر ان معاه رمح اخده من قطاع طرق هزمهم في الغابه قبل كده. بيطلعه بيجرب يستخدمه، استعماله بيكون سهل بالنسبه له وبيستخدم سحره وبيطلق نيران سحريه. قرر انه لازم ياكل وينام علشان الوقت اتاخر. تاني يوم بيقعد مع كلارا بتقول له السبب ورا الهجوم الكتير اللي بيحصل عليهم، وان في نزاع بين فصائل، وان رئيس نقابه المراودين السيد تايلور في موضع ضعيف جدا لان الفئه السيده بتشوف ان القيمه الاكبر من امتلاك وحوش قويه وترويضها لامرهم. يحاولوا يسووا سمعه تايلور لانه بيعتقد ان التعايش مع الوحوش امر اكتر اهميه ونهجه مش سائد، وفي ناس كتيره مش عايزه كلامه ينتشر ويتطبق. بينشروا اشاعات زي انه مثلا بيقدم الخدمات للمبتدئ عديم الفايده، فبيقول لها ريوما انه تقريبا هو المقصود بالكلام ده. بتكمل كلارا انها بتعتقد ان الهجمتين على محلهم كان الهدف منهم اخساف سمعه المحل اللي بيعقد عليه تيلور امال كبيره. بيقترح ريوما انهم ممكن ينشروا شائعات في المقابل بس تكون حقيقيه، زي انه قدر يروض 6 طيور لمور وعارف يستفيد من قدرات السلايم كلها. كده يبقوا بيحسنوا سمعه تيلور انه قدر يوصل لموهبه مميزه زي ريوما وبيحسن استغلال المواهب. بتوافق كلارا في فكره نشر الشائعات، خصوصا ان مش سهل على اي مراود ترويض طيور لمور انهم كده يزرعوا الشك في نفوس اللي بيحاولوا ينشروا شائعات. بينضم لفريق العمل 3 باحثين جداد مختصين في دراسه السلايم بيتعرفوا على كل العمال في غابه الخزيران. بيعرفوا ال3 نفسهم وبيقولوا ان اسمائهم كوكلين وتوني ولوبليلا، وما ال3 كانوا بيدرسوا السلايم لكن كانوا بيتعاملوا بقسوه ومرتبهم ضعيف جدا، وكمان بيتم منعه عنهم لو ما ضافوش نتائج جديده. ريوما بيحس بيهم لانه كان في نفس وضعهم وبيكون مبسوط انهم انضموا لفريقه. نعرف ان ريوما عرفهم عن طريق الصياد جيف وانهم هيتدربوا علشان يبقوا مدراء للمحل. بيقول لريوما ان السلايم بيتطور بشكل عشوائي ومش عارفين يحددوا التطور بيحصل ازاي، وايه الفرق بين انواع السلايم لانهم بقالهم سنين مش عارفين يوصلوا للسبب ده. بيسالوا ريوما هما بياكلوا السلايم ايه، ويرد انهم بياكلوا اي حاجه. ريوما بيرد عليهم ان الاكل هو اساس تطور السلايم، على حسب الاكل السلايم بيتطور. كول كان بيتصدم لانه لو عرف الموضوع ده بدري كان خلص بحثه، لكن اصحابه بيشجعوه انهم يصلحوا كل حاجه. وريوما مروح بيلاحظ ان في 3 اشخاص بيراقبوه، فورا بيحاول يهرب منهم لكن بيعرفوا طريقه. بيهاجمهم بسهم صغيره فيها السم اللي بيشل، ورغم الضعف اللي البلطجي فيه لانه بيهددوا ان الهجمات دي هتستمر لغايه لما يتنازل عن طيور الليمور والفلوس اللي كسبها. بيجي طائر تابع للبلطجي علشان يهاجم ريوما لكن طائر الليمور بيوقفه، وبيتفاجئ بلوجان والحرس جايين وبيقول له انه عرف لما شاف ناس بتمشي ورا طائر الليمور، وبيطلب منه يجيله النقابه تاني يوم علشان عايز يتكلم معاه. تاني يوم بيروح ريوما للشغل وبيحكي للعمال اللي حصل وبيقول لهم انهم كمان ممكن يتعرضوا للهجوم في اي وقت ولازم يحذروا. بيطلب من لي ولينج يكثفوا الحراسه وانه هيروح للنقابه يشوفوا حل للي بيحصل. كلارا بتقول له انها هتروح معاه. لما بيوصل للنقابه بيشوف ان زعماء النقابات التانيه موجودين برضه في الاجتماع. بيقولوا الزعماء انهم بعد سماع بعض الشائعات السيئه قاموا بالتحقيق بنفسهم، ويعرفوا ان في شخص بعت البلطجيه لمهاجمه ريوما وبيطلبوا منه يحذر الايام اللي جايه، وانهم هيدوروا علشان يعرفوا مين العائل المدبر. بيطلب ريوما منهم انهم يوفروا حراسه للمحل علشان العمال والزباين، وبيرشح جيف شخص موثوق اسمه دوليتشي علشان يحرس المكان. تاني يوم بيتعرض ريوما للهجوم من عدد كبير من البلطجيه وبيجرحهم جروح عميقه لغايه لما الحرس بييجوا وبيقبضوا عليهم وبيعالجهم بالسلايم المعالج. تاني يوم في المحل بيتدربوا على الدفاع عن النفس وعن المحل لو حد هاجمهم. اخيرا بيقدروا يدافعوا عن نفسهم بتوجيهات دوليتشي. بيقعدوا ياكلوا مع بعض وريوما بيفتكر ان كل حاجه بقت كويسه ودلوقتي يقدر يفتح فرعه الجديد. بيروح لنقابه التجاريين وبيلاقي رئيسه النقابه جريس بتوري له الاماكن اللي ممكن يفتح فيها فرعه الجديد. وهو مروح بتجيله رساله من ايلا اللي بتقول له انها واثقه انه بيشتغل كويس وكمان بيدرس السلايم. بتقول له ان هي كمان بتتقن السحر وبتستعد للدراسه في العاصمه الملكيه، ولما بتحس انها تعبانه بتاخد استراحه وبتلعب بالسحر بفقاعات الميه زي معلمها. تاني يوم بيودع ريوما العمال علشان هيتحرك لبلد تانيه علشان يجهز المحل الجديد. بيوصل ريوما لمدينة ليناف وبيلاقيها مدينة حيوية جدا، وبيكون معاه جواب من جريس لواحد اسمه بيورو علشان يساعده. يروح فورا للمحل بتاع بيورو لكن بيلاقي ان المكان زحمة جدا ومش عارف يسأل حد عن مكانه. بيقرر يمشي علشان ما يزعجهمش وبيبقى يرجع مرة تانية. قبل ما يتحرك بتوقفه بنته بتسأله عن الحاجة اللي بيدور عليها. يرد عليها انه مش جاي علشان يشتري حاجه وانه عايز يقابل بيورو. بيبصله باستغراب وبتقول له انه جاي علشان يقابل باباه. وبيوصل بيورو وبيسال البنت اللي اسمها ميابي عن ريوما. لما بيعرفوا بيقول له ان جريس كانت بتتكلم عنه كتير ووصته علشان يساعده. بيضحك ريوما بخجل وبيقول له انه ناوي يفتح فرع جديد للمحل. فبيقول له بيورو انه كده لازم يروح للنقابه ويجهز اوراقه وانه هيساعده في كل حاجه. ميابي بتقول بصدمه
فرع جديد وبتساله هو ازاي فتح محل قبل كده لان شكله في سنها، ويصدمها بيورو اكتر وبيقول لها انه اصغر منها بسنه لكنه ولد ذكي ومجتهد. بيورو بياخد ريوما قبل ما بنته تتجنن عليهم وبيروحوا للنقابه علشان يخلصوا الاوراق. المكان بيلفت نظر ريوما لانه شبه القلاع القديمه، وبيورو بياكد له المعلومه انه فعلا كان قلعه قديمه واتاخد وبقى مقر للنقابات. كمان عندهم نقابه اسمها نقابه التنانين للتوصيل، وبكده المكان مختص بالعمليه كلها من اول المواد الخام اللي بيستخرجها الصيادين ويحولوها لبضاعه، الحرفيين ونقابه التجاريين بيبيعوها ونقابه التنانين يوصلوها. بيكمل ان اللي اسس العمليه دي كان راجل عبقري وكان بيقول على المكان كلمه غريبه وهي المطار، وكمان يبقى العمل كده هو كمان منتقل. بيفكر ريوما انه عايز يصيب بصمته زي اللي قبله. بيخلصوا الاوراق بسهوله وبياخدوه بيوروا له المحل اللي بيكون جنب محله، بيكون المحل ناقص له الاساس بس. يبعت ريوما طائر لمور للعمال علشان ييجوا علشان يفتتحوا المحل. بيعرض عليه بيورو يقعد عنده في البيت طول الفتره بتاع تجهيز المحل، وبالليل بيجهز بيورا عشاء مميز جدا وبيكون وجبه يابانيه مميزه من السمك والشوربه والرز. وبيستغرب بيورو ان ريوما عارف الاكلات دي. بيسال ريوما عن التوابل اللي عمل بيها الاكل زي الصويا والخل، فبيرد عليه انها متوفره عنده وهيبقى يديله وهو ماشي. بيبداوا اكله. الاكله دي بترجع لريوما ذكريات كتيره جدا من الارض وبيكون فرحان جدا. بنعرف ان ميابي كمان هتروح الاكاديميه في العاصمه، ولكن بتكون متضايقه وحاسه نفسها مجبره، وكل ده علشان تكون علاقات وتقدر تبقى سيده اعمال شاطره. بيشجعها ريوما على الخطوه دي حتى لو مش حباها قوي علشان المستقبل. بعد كده بيسالوا بيورو ناوي يعمل ايه بكره، فبيقول له ان العمال هياخدوا وقت لغايه لما يوصلوا، ولغايه الوقت ده هيروح يعمل مهام لنقابه الصيادين. لما بيعرف ان رتبته بيقول له ان مفيش مهام كتيره للرتبه دي، وده بسبب ان في وحش كبير ظهر على الطرق وده مأثر على حركه الاقتصاد، والوحش ده الخنزير الساحق ورتبته دال. ريوما بيحس انه سمع الاسم ده قبل كده، وبيفتكر ان الملوك قالوا له عن ان ارسهم في مسقط راسهم في غابه الشلوس العظيمه، وطلبوا منه يروح للغابه ويستخدم ارسهم ده. الغابه دي اخطر مكان في العالم، مليان وحوش شرسه كتير جدا. نصحوه انه يحارب وحوش سحريه علشان يقدر يعلي مستواه، ولما يروح للغابه يعرف يتعامل. ادوله الخنزير الساحق كمثال للوحوش السحريه اللي هتعلي رتبته. ريوما بيقول وهو بيفكر انه طول عمره عايز يحارب الخنزير الساحق ده. بيورو بيتحمس جدا وبيقول له يحاربه ويخلصهم منه، ده غير ان لحمه بيتباع بسعر غالي جدا. لكن ميابي بتوقفه لان ريوما ممكن يتصاب لان رتبته اقل، فبيسحب كل كلامه وبيعتذر وهو محرج. تاني يوم بيروح ريوما مع ميابي علشان يشتري خشب عشان يعمل الاساس للفرع الجديد، وبعد ما بيرجعوا بيبدا يشتغل في الاساس. لما بيدخل بيورو بيتصدم لما بيشوف السلايم بيشتغل وبيعمل كل حاجه، تقطيع خشب، دق مسامير، ده غير النظافه كمان. وبعد ما بيخلص اللي عايز يعمله بيروح لنقابه الصيادين علشان يستلم مهمته بتكون جمع الاعشاب، وريوما بيشجع نفسه انه يعملها، وبيقدر يجمع كميه كبيره من اعشاب ونباتات مختلفه. في اللحظه دي بتوصل له رساله من ايلا بتشجعه فيها على افتتاح محله الجديد، وانها قالت لعيلتها وكلهم فرحانين وبيشجعوا على انه يستمر. بتتمنى انه يفتح فرع في العاصمه الملكيه وساعتها يقدروا يتقابلوا تاني، بس هو بيقرا الرساله بيسمع اصوات. فجأة بيلاقي اتنين بيجروا والخنزير السحق بيطاردهم، وفورا بيتحرك وبيضربه بالسهم، لكن بيبقى صعب لان راس الخنزير قاسيه، لكنه بيقدر يخلص عليه بضربه واحده. وبيبص اللي كانوا بيجروا علشان يطمن عليه. بتقول له البنت ان واحده صاحبتهم مصابه، فبيطلب منهم يجيبوها. في خلال ما بيعملوا اللي قالوا بيستخدم ريوما السلايم الدموي وبيمتص كل دم الخنزير. بيوصلوا مع صديقتهم المصابه وبيشوف ريوما ان عندها اكتر من كسر وكدمات كتيره، وبيستخدم السلايم المعالج وبترجع البنت كويسه احسن من الاول. بيشكروه على اللي عمله وبيكافئوه بفلوس كتيره، وبيكونوا مكسوفين لانهم قليلين. بيطلب ريوما منهم يساعدوه في شيل الخنزير، وكمان يشهدوا انه قتل الخنزير كدفاع عن نفسه وعنهم، وبكده يكونوا خالصين. فبيرجعوا على بيورو اللي بيكون مصدوم ان ريوما نفذ له طلبه. بيوصل واحد من النقابه علشان يحقق في اللي حصل، فبيشهدوا باللي حصل زي ما اتفقوا، والموضوع بيخلص وبيمشوا. بيبدا الجزار يقطع الخنزير وبيلاحظ ان اللحم متجفف من الدم بطريقه ما شافهاش قبل كده، وده بيعلي من سعر اللحم. ريوما بيقول له السبب في ده السلايم الدموي اللي معاه. فورا بيورو بيتحمس جدا وبيطلب منه السلايم ده. بيحس ريوما بالاحراج وبيقول له انه مش هيعرف يتعامل معاه، ده غير انه مش معاه غيره. تاني يوم بيرجع ريوما من النقابه بعد ما خد مكافئته، وبيورو بيطلب منه يساعده في طبخ لحم الخنزير بطريقه شهيه. يومو بيساعده وبيعمل وجبه زي اللي كان بياكلها على الارض. تاني يوم بيلاقي بيورو عمل نفس الوجبه وبيبيعها بسعر عالي. بيروح علشان يكمل تجهيز المحل، وبتوصل كلارا ومعاها الثلاثه الباحثين، والثلاثه وظفتهم جديد علشان يشتغلوا في المحل ويتعاونوا كلهم علشان يخلصوا تجهيزات المحل في اسرع وقت. اخيرا بيفتتح المحل الجديد، وبدايته بتكون موفقه زي الاول بسبب الخبره اللي اكتسبها ريوما. وبعد ما بيطمن ان المحل هيبقى تمام تحت اداره كارلا والباقيين، بيودعهم علشان هيرجع تاني لجيمول. بيطلب من مياب انها توصل رساله لايلا وتبقى صاحبتها. وفي الطريق بيفكر في غابة شولس وإنه لازم يبدأ يعرف أكتر عنها. الأول بيجيله رسالة من إيلا بتسأله عن الحياة الجديدة في المدينة وشكلها عامل إزاي، إنها كمان هتبدأ حياة جديدة في العاصمة الملكية السنة دي. بتقول له إنها اتدربت كتير على سحر الترويض لطيور الليمور. بيوصل ريوما لمدينة جيمول وبيروح لسيجي ومعاه البهارات النادرة اللي جابها من بيورو. بيقول سيجي إنه يسافر لمدينة كليبان علشان يحضر سوق عرض الأغراض السحرية. بيوري له نماذج من الحاجات السحرية اللي بتتباع هناك، ومن ضمنها عربية بالسحر.
بعد كده بيروح للمحل بتاعه وبتقول له كالوم ان في خبر وحش وان في سلايم منظف اكل فحم وهي مش واخده بالها. تعتذر له على اهمالها، لكن ريوما بيشكرها لانها لاحظت لما اكله، وبيقول لها انه هيبدا يتطور وهو يتابعه. بيقول لها انه عاوز يرجع لموطنه علشان ساب هناك ورثه من اجداده، وعشان يعرف يرجع محتاج يركز دلوقتي على عمله كصياد. بتقول له انه ما يشيلش هم المحل وانها تهتم بيه، وبتساله فين موطنه. ولما بيقول لها غابه شولوس بتتصدم، لان المعروف عن الغابه دي انها مليانه وحوش ومش سهل ابدا هزيمتها. بيقول لها علشان كده عايز يرفع مستواه الاول ويروح وهو جاهز. بيروح لنقابه الصيادين وبيقابل ميلين وبيقول لها انه جاهز علشان ياخد مهام جديده، بس الاول عايز يتناقش معاها. وبيقابل موظفه الاستقبال باينه وبيقعد معاهم وبيقول لهم انه عايز مهام تساعده يرفع مستواه علشان يقدر يروح لغابه شولس. وبيقول لهم نفس الحجه، انه كمان بيدور على مهام فيها وحوش معينه وبيديها ورقه فيها كل الوحوش اللي عايزاها، وانه عايز يعرف المعلومات الاساسيه عنهم زي بنيتها الجسديه وبيئتها مع احدث المعلومات اللي معاهم، وكمان كل المعلومات اللي عندهم بخصوص غابه شولس والوحوش اللي موجوده فيها. اتفق معاهم انهم يجمعوا المعلومات دي، وبياخد مهمه وهي توصيل طرد المدينه كليبان، ودي المدينه اللي فيها سوق الحاجات السحريه. دي بتكون فرصه حلوه لريوما انه يروح السوق ويقبل بالمهمه. بيروح لبلد كليبان وبيوصل الطرد في ميعاده، فبيقدم له الراجل كوبايه شاي وبتكون شبه القهوه اكتر. بيسال الراجل عن المشروب وبيقول له انه اسمه دانتي وهو مش منتشر. وخارج بيلاقي سيرج داخل وبيعرفهم على بعض. نعرف ان الراجل اسمه دينوم وانه بيصنع حاجات سحريه. بيعرض عليهم يدخلوا يشوفوا الحاجات الجديده اللي صنعها. المكان بيكون مليان بعربيات سحريه وبيوريهم اختراع حفيده الصغير وهو فخور بيه. بيتمنى يقدر يدخله الاكاديميه اللي في العاصمه. بيدي لريوما الاختراع اللي عمله حفيده من حبه فيه. بيخرجوا من عنده وبيرجعوا على الاوضه. بيجي وقت العشاء وبيناديله سيرك، لكن بيلاقيه مشغول في اللعبه اللي عملها حفيد دينو. بيوري له ان عمل منه صندوق موسيقي، اول ما بيفتحه بيطلع موسيقى على طول. سيرك بيعجبه جدا وبيقول له انه ما شافش حاجه زي كده. مستغرب ريوما ان الحاجات دي مش موجود منها هنا. بيقول له سيرج ان في آلات موسيقيه على شكل اغراض سحريه، لكن ما فيش شيء بيعزف الموسيقى لوحده. بيعرض عليه يعرضه في السوق، اكيد هتتباع بس يشتغل على مظهرها. بيقول له ريوما انه ما عندوش وقت بسبب مهام نقابة الصيادين. بيقترح عليه سيرج انه يديها لدينوم يشتغل عليها. واضح ان حبه لما شاف ده، غير انه محتاج فلوس علشان حفيده، وكده اكيد هيوافق. وبيتفق معاه انه هيكلمه له. بيطلع علشان يناموا، وبيكتب ريوما رسالة لإيلا وبيقول لها انه دلوقتي بيزور مدينة كليبان، وبيحكي لها على السوق وانه يحكي لها اللي حصل معاه بكرة في السوق. تاني يوم بيكون السوق والناس كلها بتروح علشان تشوف الحاجات السحرية. بيروح سيرج المحل دينوم علشان يتكلم معاه في شغل. حفيد دينوم بيتعلق بريوما وبيبداوا يلعبوا مع بعض. يرجع له سيرج وبيقول ان دينوم موافق انه يشتغل في صندوق الموسيقى بتاعه. بيمشوا وريوما بيرجع لجمول وبيروح لبيته وبيشوف السلايم اللي اكل الفحم وبيبدا يتطور. بيتحول سلايم وزيل للروايح، ولما بيقيمه بيعرف ان مهارته هي ازاله الروايح مقاومتها وامتصاصها كمان، وانه يشبه السلايم المنظف لكن بتركيز اكبر على الرائحه. وبياخده علشان يدرسه اكتر. بيروح تاني يوم للمحل من غير ما ينام وبيدي الكالوم اكياس مزيله للروايح علشان يعمل التجارب باستعمال السائل اللي انتجه السلايم المزيل للروايح الكريهه. بيطلب منها تقول له كل واحد هيفضل شغال لغايه امتى. بيرجع المجن بتاعه ما بينامش الا لما يكمل تجاربه. لاحظ ان السلايم الحديد والسلايم المعدني بيحافظوا على خصائصهم وما بيتحركوا. بيمسكوا وبيجرب يشكلوا على شكل سيف، وفكرته بتنجح لما بيشكل سيف قوي ومسنون في ايده، وده بيشجعه جدا انه يقدر يستخدمه في غابة شولس. وبيروح علشان يكمل تجاربه قبل الشمس ما تطلع. بيروح تاني يوم للمحل ومش نايم غير ساعة واحدة، وده بيقلق كالوم عليه. وهما بيتكلموا بتقتحم مياه المكان، وهي بتطلب من ريوما كيس مزيل روايح تاني. ريوما بيشكرها لانها بتساعده في تجربته، وبيسألها عن المدة اللي اخدها الكيس قبل ما يفقد قدرته. بيعرف منها انها فضلت يوم كامل. وبيقيم الكيس وبيشوف انه كويس، وبيلاقي انه امتص الحد الاقصى ليه. بيديها عينه من المحلول الجديد اللي عمله علشان تجربه، وكيس تاني لازاله الروايح. زي العاده هي بتفضل تشكر في اختراعاته. فجاه بيسمع صوت عالي وبيشوف ان في عربيه اتكسرت، ولما بيقرب بيلاقي ان اطفال هم اللي بيحركوها، والعربيه مليانه قمامه. فبيساعدهم وبيصلح العربيه بمساعده السلايم. بيستغربوا جدا انه رغم السن الصغير لانه مراوغ. بيعرفوا انهم صيادين لكن علشان اطفال بيعملوا المهام الصغيره دي والنقابه بتكافئهم. ولما الاطفال بيكونوا عايزين يردوا المساعده بيديهم ريوما كيس من مزيل الروايح، وبيطلب منهم يعرفوا المده اللي هيفضل فيها الكيس يمتص الروايح. بيعرفهم بنفسه وبيقول لهم لما يحتاجوه هو في محل الغسيل هنا. بيعرف الولد نفسه ببيك والتاني ويست، وبيقول له بيك انه هيجيب له صفقة كبيرة رد اللي عمله معاه. وبياخدوا للمعبد وبيكون عنده مهمة تنظيف المعبد، وقدامها بياخدوا وجبة. ريوما بينظف معاهم، وفجأة بينتقل لمكان غريب مليان مكتبات طايرة. بيجي له الملك في رينوبيليا، وبيعرفوا ان ملك السحر والاكاديميين وانه استدعاه علشان عنده فضول بخصوصه. فكر ريوما انه اكيد نفس الملك اللي اتكلم عنه تيكون. بيبدأ فرينيولا يسأل ريوما شوية اسئلة عن شكل الارض اللي جاي منها. بيقول له ريوما انه صعب يتكلم عنها باختصار. بيقطعوا بيسألوا عن اكلته المفضلة وايه رأيه في المعرفة والرومانسية. وريوما بيستغرب وبيقول انه لسه ما جاوبش على السؤال الاول. بيقول له فرنيولا انه كان بيقرا الاجابات من قلبه. كمل انه للاسف مش كل المنتقلين زيه، في كتير منهم استغل قوته بطريقة وحشة.
ريوما بيرد بعقلانيه انه ما يقدرش يوعده انه مش هيبقى زيهم، لكن هيحاول. كلامه بيعجب فرينيولا لان الاشخاص السيئين بيقولوا ان عمرهم ما هيكونوا اشرار. بيكون خلاص الوقت انتهى وهيرجع تاني، فبيساله ايه رايه في العالم الجديد. ريوما بيقول له انه سعيد جدا في العالم ده، وبيرجع تاني للواقع وبيكون باصص له باستغراب وبيقول له يكمل تنظيف. بعد ما بيخلصوا تنظيف بيقول له بيك بيتدربوا على القتال. اللي بيجي يدربهم بقى هو ويلجن. طبعا لما بيشوف ريوما بيرحب بيه، وبيستغربوا الاطفال انه يعرف رئيس النقابه. بيطلب ويلجن من ريوما انه يساعده في تدريبهم، وبيصدمهم لما بيعرفهم انه متسجل في النقابه ورتبته اعلى منهم. بيتمرنوا مع بعض والسلايم بيتمرن مع البنات وبيخلصوا وبيمشوا. بيعرض ويلجن على ريوما انه يبقى مدرب في النقابه، لكن ريوما بيرفض بادب بسبب انه مشغول في حاجات كتيره، وأوليجان بيحترم اشغاله. بتيجي رساله من ايلا وبتقول له انها عرفت ازاي تحضر الحلويات علشان لما تروح لاكاديميه العاصمه تعملها وتاكلها مع اصحابها الجداد، وبتتمنى يجي اليوم اللي يجتمعوا فيه تاني ويدوقوا الكيك من ايدها. في يوم ايلا بتكتب رساله لريوما وبتقول له انها تنتقل للسكن في العاصمه قريب، وانها خايفه لان دي هتبقى اول مره تنتقل لمكان وتعيش فيه لوحدها. بتتشجع كل ما تفتكره، واخر حاجه بتقول له استمتع بالمهرجان اللي هيبقى في مدينته قريب. لما ريوما بيقرا رساله بيفكر ان هيبقى كويس لو بعت لها هديه تشجعها على الخطوه الجديده في حياتها، ويفتكر ان كارلا قالت له مره انه ممكن يهدي ملابس للناس القريبين منه، وان ده بيرمز لتمنيه حياه جديده تمشي كويس. لكن بيحبط لانه مش بيعرف يختار ملابس، وبيفضل يفكر يقدم لها ايه. بيستقر في الاخر انه لو قدم لها حاجه من صنع ايده هتكون لها قيمه عاليه، وبيعمل لها صابون للاستحمام وبيشكله على اشكال حلوه تعجب ايلا. بيروح للمحل وبيسال كالوم عن المهرجان، فبتقول له انها ما تعرفش حاجه عن المهرجان لانها مش من المدينه، لو عايز يعرف يسأل حد عاش في المدينة بيروح لدولتشي وبيسأله. بيحكي له دولتشي ان ده مهرجان بمناسبة تأسيس المدينة. بتيجي فرقة من الفنانين المتجولين وبيقدموا عرض، وكمان بيفتتح اكشاك على طول الشارع، برغم انه مش اجباري لان ريوما بيفكر انه يشترك في المهرجان في حالة ان باقي العمال متحمسين. تقاطع كلامهم كالوم وهي بتقول له ان اختها بعتت لها رسالة بتطلب انه يروح لهم لان السلايم المنظف تضاعف عددهم، عايزينه علشان يروض السلايم الجديد. بيقول لها ريوما انه يروح للمحل التاني حالا، وبيمشي ريوما بيكون متحمس لزيادة عدد السلايم. بيوصل المحل التاني وبيلاقي في ناس كتيرة واقفة، وبيدخل وبيلاقي عدد كبير جدا من السلايم موجود وبيكمل عقد الترويض. بيقول لكولكن ان هو عمل بحث على تكاثرهم الكبير ده، وعرف ان ده بسبب ان السلايم اتغذى كويس، وده سبب انه ينتج كميه كبيره من محلول ازاله الروائح. بيقول لكولكن انهم وضعوا حد لانتاج محلول ازاله الروائح الكريهه، وبدا تكاثرهم انهم هيفضلوا يتكاثروا طالما انهم حجموهم في تفريغ طاقتهم. بيكمل انهم بيخططوا انهم ما يعملوش حد لانتاجهم للمحلول، وبكده مش هيتكاثروا بالسرعه دي. يقول ريوما ان ده كويس جدا وبيخليه ينفذ اللي قاله. بيبات اليوم ده في المحل وبيفضل معاهم طول الليل بيتكلموا عن السلايم. تاني يوم قبل ما يروح لمحله بيروح علشان يسلم على بيورو الاول، ولما بيوصل عنده بيلاقي فيه رائحه كريهه جدا والمحل فاضي بسبب الريحه. بيقول له بيورو ان جه في الوقت المناسب، وبيقولوا ان في عمال جابوا السمك الغريب ده وقالوا انه اسمه شبايا او السمك المخمر يعني ملوحه. بيكمل ان العمال قالوا له انها تعتبر طعام محفوظ كويس، لكن المشكله ان الرائحه بتنتشر في الاجواء وده مانع اي حد يقرب له. بيفكر ريوما انه يعمل تجربه علشان يبعد الريحه دي، وبيجيب سلايم مزيل للريحه الكريهه واللي بيقدر ينتج محلول يمتص الروائح. فعلا بيمتص كل الروائح. بيديله ريوما كيس فيه مزيل للروائح وبيطلب منه يقول له هيستمر تاثير امتصاص الروائح لامتى. بيورو ما بيكتفيش بانه يقول له بس كرد لجبينه، وبيديله برميل شبايا علشان لو هجم عليه وحش وشم الريحه دي هيهرب فورا. بيرجع ريوما للمحل وفعلا بتقول له كالوم انه اهل جين وفينا بعتوا شكاير قمح وسمسم للمحل، ولما بيسال عن السبب بتقول له انها رشوه علشان يعامل البنات كويس. ريوما بيتصدم من صراحتها وبيقول لهم انه هيقبل بالحاجه لكن بشرط انه يدفع ثمنهم، وبعد اصرار منه البنات بتوافق وبيشكروه على تصرفه. بيفكر ريوما ان يقول بيورو ولو كان سعر القمح والسمسم كويس يبقى يشتري من القريه. بيجي سيرجيو بيوريه التحديث اللي اتعمل على صندوق الموسيقى وبقى جاهز للبيع، وبيفكر انه يعرضه اول مره في المهرجان. بيكمل انه اللحن اللي هيصدر من الصندوق تقدم لهم من فرقه سيميرويد اللي هتعرض في المهرجان. بنعرف انهم مجموعه من الفنانين المتجولين ولهم شهره واسعه. بيطلب منه طلب ان ياخدوا الجزء الفاضي اللي جنب المحل علشان يعرضوا فيه، وريوما بيرحب بالفكره. بيروح ريوما للمحل وبيسمع صريخ من المطبخ، ولما بيطلع بيلاقي سليمه فاتحه جرده للشبايا والريحه لا تحتمل. بيشتغلوا فيها هما الاثنين ومعاهم الصلايم الفحمي، وبيقدروا يعملوها بطريقه حلوه جدا بعد ما بيشيل كل ريحته. بيقعدوا ياكلوا مع بعض وبيتكلم معاهم على المهرجان وانهم لو حابين يشتركوا باكلات متنوعه، خصوصا ان كل واحد فيهم من مدينه مختلفه وده يساعدهم. كل العمال بيوافقوا انهم هيشاركوا. تبدا كل واحده تعمل الاكله المشهوره في مدينتها. بيتفقوا يعملوا حفله صغيره علشان يقدموا الاكلات اللي عملوها ويستقروا على القائمه النهائيه. تتكلم كالوم مع ريوما انهم هيحتاجوا موظفين مؤقتين وقت المهرجان علشان تنظيم الزباين وكمان بيع الاكل ده غير التحضير للمهرجان. وما بيتكلموا بيدخل سيرجيو مع قائد فرقه سيمارايد براينس، وبيفضل يشكر ريوما على فكره صندوق الموسيقى العظيمه اللي هتنشر موسيقاهم في كل مكان. بيعتذروا ان باقي الفريق ما جاش لكن بيرتاحوا من الطريق، وريوما بيتفهم ده. بيقولوا براينس انهم وهم جايين كانوا خايفين بسبب انتشار نمل الانفاق. يسالوا ريوما عنهم فبيعرفوا سيرجيو انهم متخصصين في حفر الارض وده بيسبب حوادث المسافرين. بيفكروا ان ده ممكن ياثر على اللي جاي للمهرجان، وبيطمنهم ريوما انه هيتناقش مع النقابه علشان يحلوا المشكله. تاني يوم بيروح للنقابه وبيسال باينا عن مستعمرات النمل اللي ظهرت. بتديله المهمه والمطلوب منه يحدد مكان المستعمره،
بيروح علشان يحدد مكان المستعمرة مع طيور الليمور، وبيشاركهم الحواس وبيطيروا وبيعرف يشوف مكان المستعمرة. بيشوف بيك واصحابه قريبين من المكان فبيروح لهم على طول، وبيعرف منهم انهم مكلفين بجمع الاعشاب وانهم عايزين يجمعوا دروع علشان يبيعوها في قريتهم بسعر كويس. بيعرف منهم ان الدروع ممكن تتعمل من اجزاء النمل لكن ما لقيوش النمل، فبيقول لهم انه عرف مكان مستعمرتهم وبياخدهم لهناك، ومساعدة السلايم الحديد والمعدني بيحدد مكان النمل. بيطلع اول وحش نملة واليوم بيخلص عليه بضربة واحدة. بيقول للمجموعة انهم يكملوا وهو بس يساعدهم بمساعدة بسيطة، ويقدروا يصطادوا نمل كتير يكفي علشان يعملوا دروع ليهم. وبيفكروا انهم يروحوا تاني علشان يصطادوا تاني علشان محتاجين فلوس. فكر يوما يوظفهم توظيف مؤقت علشان المهرجان، بياخدهم للاحتفال اللي عاملينه قبل المهرجان. وبيقول لكالوم بيجي دوليتشي واللي بيبقى عارفهم لانه كان بيعتني بيهم في الاحياء الفقيره. بتقول كالوم انه طالما المدير ودوليتشي كمان يعرفهم يبقى مفيش مانع يساعدوه وينضموا للحفله علشان يتعرفوا كلهم على بعض قبل المهرجان. بيقول لهم ريوما انه هيتناقش معاهم في اجرهم بعدين، وبيحتفلوا كلهم وبيتعرفوا على بعض، وبينضم لهم براينز. كان معاه الاعضاء اللي بيستمتعوا جدا بالاكل والاجواء. بيسال ويست ريوما ازاي مش بيحس بخوف وقت القتال، فبيفتكر ريوما ان وقت القتال لاحظ انه اتردد وفضل واقف شويه مش عارف يتصرف قبل ما يضرب النمل. بيقول انه بيبقى مركز على القتال علشان كده مش بيخاف، وانه هيتعلم ده من التدريبات والخبره. بيشجعوا انه جنبه اصدقائه وبيحبوه وبيدعموه، وبيك واصحابه بيقولوا له نفس الكلام. بعد الحفله كالوم بتقول له ريوما انها لما جت تشتغل اول مره ما كانتش متخيله ان عدد اللي هيشتغلوا معاها ممكن يوصل للعدد ده. وبيروح ريوما بيكتب جواب لإيلا وبيقول لها على الحفله، بيشجعها على الخطوه الجديده اللي بتاخدها في حياتها، وانه متاكد انها تقدر تكون صداقات. تاني يوم بنشوف عيله إيلا وهي بتودعها علشان تروح للاكاديميه، وهاري بيكون متوتر اكتر منها. تركب العربيه وسط ضحك الكل على ابوها وبتودعهم. توصل إيلا للمدينه الجديده وبتبدا السنه الدراسيه، لكن ما بتقدرش تكون صداقات في الاكاديميه بسبب انها بنت الحاكم. بعد شهر من الوحده بتتعرف على ميشيل ابن عيله نبيله لكن اقل من عيله إيلا اكيد. بيتعامل مع إيلا بتحفظ، لكن إيلا بتعرض عليه انهم يبقوا اصحاب ويتعامل عادي. ميشيل انه عايز يعمل تجربه وبيوريها ورقه مرسوم عليها دايره وجواها نجمه، فبتفتكر إيلا انها شافت ريوما كان بيرسم نفس الدايره وقت ما بيستخدم الخيمياء. تسأله بحماس لو هو كيميائي، يقول للأسف إنه مش كيميائي لكن بيدرس واحد من أشكاله اسمه علم الدائرة السحرية. يكمل بحزن إن المعلم الوحيد اللي كان بيدرس له في الأكاديمية استقال السنة اللي فاتت، وعلشان كده مفيش قدامه غير إنه يكمل دراسته لوحده. يسألها باستغراب إنها إزاي عارفة عن الخيمياء ومنتشر عنها كلام كتير وحش. بيطلب منها تعلمه اللي تعرفه. تقول له إيلا إن هي كمان ما تعرفش كتير عن الخيمياء لكنها قابلت كيميائي عظيم قبل كده وده اللي خلاها تعرف. يقول لها إنه هيبدأ تجربته دلوقتي، وبتستأذن إيلا إنها تقف تتفرج. تسأله عن العناصر اللي مستخدمها. بيقول لها حبر مخلوط بمسحوب بلورات النهر وعناصر محايدة تانية، وبيستعملهم علشان يرسم الدوائر السحرية. ولو بعت البطاقات السحرية من هنا هيقدر يشعل النار من الدائرة السحرية، وإنه ما بيعرفش إيه الأشكال اللي يرسمها علشان ياخد أعلى كفاءة، وعلشان كده بيجرب. فبتسأله إيلا باستغراب ليه بيعمل كل ده. يقول له أنا مفيش كتير بيدرس الخيمياء وده معناه إنه هيبقى في كتير علشان يكتشفه. تحس إيلا إنها شايفة ريوما قدامها. بيبدأ التجربة وبتدخل ميابي للمكان، وبتقول لإيلا إنها معاها رسالة ليها من ريوما وإنه بيتمنى لها النجاح وإنه قلقان عليها. إيلا بتفرح برسالته لأنه مهتم بيها، وتحس إنه بيخلق لها فرصة علشان تكون صداقات. تعرض على ميابي تبقى صاحبتها وبتوافق. ميشيل بينضم لهم وبيبقوا هم الثلاثة أصدقاء، وبيفكروا إنهم عايزين يزودوا 2 تانيين على الأقل علشان التدريب. ميشيل بيقول لهم إن عنده حد ممكن يكون مناسب، وبيروحوا يشوفوا القتال بين 2 وبيشاور لهم على ريلا البنت الكبيرة للبارون. بتكون مهارتها في الفروسية عالية جدا نسبة لأهلها كمان، وبيتكلموا معاها وبتوافق إنها تنضم لمجموعتهم. بيفكروا في التانية وميابي، وبتشاور لهم على بنت قاعدة لوحدها اسمها كانان. بتقول لهم إنها حريفة وشاطرة جدا. بيندهوا علشان يتعرفوا عليها، وبتقول لهم إنها من عيلة متقنة للسحر لكنها فاشلة لأنها متقنة لسحر التعزيز بس. ولما ما بيفهمش الباقي فين الفشل ده، بتحكي لهم بشكل مبسط اكتر ان بيقال ان سحر التعزيز طوره شخص عنده عيب فريد، واللي يقدر يستخدمه لازم يكون من نفس السلاله. كل فتره بتولد شخص عنده نفس العيب وهي الشخص ده بيخليها ما بتعرفش تستخدم اي سحر غير سحر التعزيز، ما بتقدرش تعمل حاجات سحريه لوحدها، بيخليها دايما محتاجه للمساعده. لكن كل ده ما بيخليهمش يتراجعوا عن فكره تكوين فريق معاها، وده بيخليها سعيده جدا. كل الفريق بيتجمع، وبتيجي المعلمه اللي هتدربهم وبتطلب من كل فريق يبني الخيمه اللي هيبات فيها. بتسمح بمساعدة بعض لكن لازم كل فريق يعمل مهام. كل الفرق بتشتغل، وبيكون في فريق مش عارف يعمل الخيمة وبيطلب من فريق تاني بس بطريقة قليلة الذوق، وده بيخلي الفريق يرفض مساعدته طبعا. بيناموا كلهم، وتاني يوم الصبح بتوع الخيمة على فريق وفي بنت رجلها بتتصاب. بتخانق البنت مع الفريق اللي رفض مساعدتها وبتلومهم، وبتبدأ هجوم عليهم فبتوقفهم ميابي. هي بتروح للمصابة وبتعالجها بالصلايم المعالج اللي أخدته من ريوما. بتعاونوا كلهم علشان يبنوا الخيمة، وده بيخلي الفريق يعتذر لهم على الأسلوب. بيكملوا اليوم بسلاسة وتعاون في كل حاجة. نرجع تاني لمدينة جيمول، وكل العمال بيكونوا متحمسين وما بيجهزوا للمهرجان. وريوما مروح بيقابلوا أولوجان وبيسألوا لو لسه مهتم بمهنة الصياد لأنه محتاجه في المهمة دي لجمع مواد معينة من وحش في الغابة. ريوما بيتحمس جدا لأن ده هيكون بمثابة تدريب لرحلته لغابة تشولس، وبيوافق على طول. تاني يوم بيروح ريوما للنقابة وبيشوف أولوجان مجمع الصيادين أصحابه. أولوجان بيبدأ يقول لهم على المهمة المطلوبة منهم وتجميع خشب وحوش الغابة، وده بيخليهم يستغربوا. بيقول لهم أولوجان المواد الخام من جيمول
قالت انهم لازم يعملوا ترميم للمدينه علشان يجذبوا السياح. بيقولوا كمان انهم يعملوا حلبة للقتال خارج بوابة المدينة، والمهندس المسؤول عن الترميم مجنون شوية وعايز يعمل أعمدة للحلبة من الخشب السحري ده بالذات، وبيسلم القيادة الأساجي. ريوما هيبقى المسؤول عن سحر الفضاء مع الساحر ليبين. بيكمل انهم يدوا فرصة لريوما علشان يجرب يقاتل وحوش الغابة، وباقي الفريق بيوافقوا يساعدوه. بيقول لهم يستعدوا لانهم يتحركوا تاني يوم الصبح، وتاني يوم هما في الطريق بيدرسوا الموقع، وبيقول لهم اساج انهم هيوصلوا للغابة بالليل فهيخيموا ويبداوا مهمتهم الصبح. ليبين بيعلمهم ازاي يحاربوا وحوش الغابة من غير ما يتصابوا، وانهم لازم يصيبوا نص الشجرة واللي هتكون شبه الوش، واكيد الشجرة هتحاول تمنعهم باستخدام اغصانها اللي هتبقى شبه الايد. بيوصلوا بيخيموا، بيطلع ريوما كراسي وترابيزه سهله الطي للتخييم، وكل الفريق بينبهروا بيها. بيقعدوا يكملوا كلام، وبيتفق اساجي معاهم انهم هيقتلوا ريوما، وليبين هيوقفوا في الاخر وهيجمعوا الشجر اللي هيكسروه، وكمان هيدعموا ريوما وقت القتال. وبيجي تاني يوم وبيبداوا قتال، وليبين بيقول لهم على الوحوش الشجر وبيروحوا يحاربوهم. السلام بينقلوا الخشب المقطوع للبعد المنزلي، وبيدوا فرصه لريوما لقتال الوحش، وبيقدر يهزمه بسهوله. قرروا يخرجوا يرتاحوا شويه، وبعد كده يبقوا يرجعوا يكملوا. ليفن وريوما بيكونوا حاسين بحاجه غريبه في الغابه، لان الطبيعي ان وحوش الغابه بتكون وسط الغابه مش في بدايتها. بيروحوا يتغدوا وبيشوفوا سلايم طاير، وليفين بيجيبوا بسحر الجذب وبيدي لريوما هديه. ريوما فورا بيعمل معاه العقد اللي بيقيم قوته، وبيلاقي ان وزنه خفيف جدا، وده اللي بيخليه يعرف يطير، ده غير انه بيتكاثر بسرعه كبيره جدا. بيرجعوا تاني للقتال، لكن بيتفاجئوا بان نفس المكان اللي خرجوا منه لانه ما فيهوش وحوش، والوحوش انتشرت فيه. بيبداوا قتال، وليفين وريوما بيدعموهم، لكن الاعداد بتزيد. فريوما بيطلع كل الصلايم المعدني وبيستخدمهم كأسلحة، وبيقدر يصيب أعداد كبيرة من الوحوش، لغاية لما بيتفاجئوا بوحش شجرة ضخم جدا وقوته السحرية كبيرة. بيلاحظ ريوما ان الصلايم المعدني خايف، فبيرجعه للمنزل الآني. بيبدأوا هجوم، لكن بيطلع دخان وده بيخلي الأسلحة تدوب. بيفهم ريوما السبب اللي خلى الصلايم يخاف، وبتهاجمهم جذور الشجر، فبيرصف ريوما الأرض. بيجرب يهاجم الشجرة بسلاح جديد، ودخان الوحش ما بتأثرش فيه، فبيجمع كل الصلايم الحديد على شكل مطرقة حديد كبيرة، وبيبدأ يهاجم الشجرة، وكل الفريق بيحميه لغاية لما بيعرف يخلص عليها. بيلاقوا تحتها جمجمة وكمان كنز فيه أحجار، وبيفهموا إن ده سبب قوتها. بيطلعوا بعد ما بيخلصوا مهمتهم وجمعوا عدد الشجر اللي المهندس محتاجهم، بيتعشوا مع بعض في جو لطيف ومرح، وبيباتوا في الخيام. تاني يوم الصبح بيرجعوا الجمول، وريوما بيكون متوتر من التجهيزات اللي تمت وازاي وهو مش موجود. بيقول له اساجي ان ممكن ما يروحش معاهم للنقابه ويروح يهتم بالمحل والترتيبات، فبيشكروا ريوما. بيرجع هو يشوف تجهيزات المهرجان، وبيلاقي ان كل حاجه ماشيه زي ما هو عايز، وكمان بيجهزوا الكشك. بينبهر كمان بسرعه تجهيز فرقه سماير ده المكان اللي هيعرضوا فيه، وده بسبب ان معاهم عمال بيعرفوا يخلصوا الشغل بسرعه، وكمان ساعدوا في بناء الكشك بتاع ريوما. بتطلع كالوم وبتطلب من ريوما انه يدخل معاها، تقول انهم جهزوا القايمه اللي هيقدموها في المهرجان، والاكل فيها مميز جدا، لكن مش عارفين يتميزوا في المشروبات واللي عندهم ميه وعصاير بس. تقترح سليمه انهم يضيفوا شاي الدانتي للقايمه، لكن بيقول لها ريوما انه مش جايب منه كميه كبيره، مش هيلحق يطلب في الوقت القليل ده. بيفضل يفكر لانهم عايزين حاجه جديده، وبيفتكر ان عيلة جين بعتت قمح وعنده منه كميه كبيره، فبيعمل لهم عينه من شاي شعير وبيضيف له التلج علشان الجو حر، وكمان في الفوائد اللي في الدانتي. لما بيدوب بيعجبهم جدا وبيضيفوا له القائمه، وبكده تكون كملت، واللي فاضل انهم يعملوا الكميات اللي يحتاجوها. يستمروا كلهم في تجهيز للمهرجان، وبراينز بيجيله قالب جليد ضخم جدا، وبيطلب منه ينحته له بشكل معين لانه عارف انه مميز في النحت. بيوصل سيرجي في الوقت ده ومعاه صندوق الموسيقى، وبيعرفهم انه بعد بكميات علشان تتباع في المهرجان، ومع كامل المجهود اللي بيعمله ريوما بيحس بالتعب، فبتارك كالوم عليه انه يرتاح علشان يقدر يبقى معاهم في المهرجان. وتاني يوم بيقعد ريوما مع السلايم، وبيشوف السلايم الطاير وهو بيتكاثر بالخمسه مره واحده. بيلاحظ تنين في السماء، وبيفتكر انه شافه في نقابه التنانين في الينياف، وبيركز وبيشوف انه بيور راكب على ظهره، فبيجري وراه لغايه لما بيوصل للمكان اللي هيقف فيه. بيقابلوا بيسالوا عن محله وعن الكشك اللي عمله علشان مهرجان التاسيس، وبيقولوا انه جاي علشان يوصل طلبيه مطلوبه منه، وشرط انها تتسلم النهارده، وتقريبا ده بسبب المهرجان. الغريب انهم طلبوا التوابل النادره. في اللحظه دي بيوصل اساجي، وبيكون هو اللي طلب الحاجات دي، واستغرب اليوم الكميه اللي طلبها، فبيرد عليه اساجي اللي ما عندوش وقت يشرح، وبيطلب منه يجي معاه. لما بيوصلوا بيلاقوه جاهز كشك بمشاركه مية، بيحكي لهم انها فكره مية انه يحضر اكل بنفس المكونات اللي ريوما استخدمها. قرروا يعملوا الكشك ويقدموا الشوربه والرز والخضروات بالتوابل المميزين. بيقولوا لهم ان اكل المهرجانات بيكون حاجات سهله تتاكل وهم ماشيين، فموضوع الشوربه ده صعب شويه. ده بيخلي ريوما يفكر وبيحل له من المشكله دي، وبيجمع المكونات في كرات رز شهيره في اليابان، وبيمشوا وبيروح ريوما لفريقه يشجعهم لان يوم المهرجان وصل اخيرا ولازم يعملوا كل اللي عليهم. بيكتب رساله لإيلا بيقول لها ان المهرجان اخيرا هيبدا. بيجي اليوم المنتظر يوم المهرجان، وفي بدايه اليوم بيروح ريوما الكشك اساجي ومية علشان يطمن عليهم، وبيبقوا جاهزين وفرحانين انهم قدروا يقدموا اكل لذيذ. بيمشي وبيقول لهم انه هيعدي عليهم تاني، وماشي بيسمع لحن مقلوب بالنسبه له. بيلاقي فرقه سماير بتعلن عن ميعاد حفلتهم اللي بيكون بالليل، وكمان بيعلنوا عن صندوق الموسيقى. بيشوف ريوما سيرج اللي بيقول له ان الصندوق بتاع الموسيقى فاز بشعبيه كبيره، وبيشكره لانه صاحب فكره من الاساس. بيكمل ريوما طريقه وطاير من الفرحه، وبيتفاجئ بعدد كبير قدام الكشك بتاعه. فورا بيدخل علشان يساعد العمال، وبيروح للمطبخ، وبنشوف انه قدر يعمل السلايم المعدني قطعة خضار سريعة. وبيجي ويلوجان وبيفرح لما بيشوف ان بيك واصحابه بيشتغلوا. ده بيخلي ريوما ياخد باله انهم
اطفال ومن حقهم يستمتعوا بالمهرجان، بيطلبوا لجان انه ياخدهم يلفوا في المهرجان، لكن بيج بيعترض وبيقول انه الشغل كتير جدا ومش هينفع يسيبوه ويروحوا يلعبوا. في اللحظه دي بتوصل كلارا والثلاثه الباحثين وبتقول لهم يروحوا وهم يتولوا المهمه، وبنعرف انها جت علشان تساعد في المهرجان. واليوم بيفرح انهم جم وهيحتفلوا مع بعض. بيدخل لمكان شبه الفريزر الكبير وبنشوف الجليد اللي اداهوله بارنينس، ولما بيخرج بيلاقي بيور وسيرج جايين علشان يتكلموا مع ريوما، وبيقدم لهم شاي الشعير اللي حصل على شعبيه كبيره وسبب ضجه كبيره. بيقول لهم ريوما انه فرحان ان عجبهم الشاي، يعرفهم ان عمله من القمح، وجاب القمح ده من موطن بعض موظفينه وبعتوه لان عندهم زياده ومش عارفين يبيعوه. بيروح لعماله وبيقول لهم انهم عايزين القمح كله علشان يحولوه لشاي ويعملوا منه صفقه مربحه، وطبعا بيفرحوا جدا لانهم كده هيساعدوا اهلهم. بيروح لميا وبيلاقي في ولد تايه من اهله وبياخده علشان يسلمه للحراس علشان اكيد مامته بتدور عليه. بيقابل جريس وبيبصله بفخر انه خلاص بقى مواطن في المدينه، وبيكمل طريقه وفرحان بكل اللي مر بيه. الفرق بين حياته على الارض اللي كانت صعبه وتستهلكه لحياه هنا وتقدير الناس ليه وحبهم ليه. بيوصل للحراس وبيسلم الطفل لامه اللي كانت بتدور عليه، وبيرجع وبيشوف عرض الفرقه واللي بيكون حاطين المجسم اللي عمله ريوما في النص كانه الشر اللي بيحاربوه. بيكون عرض حلو جدا وبيعجب الكل. بعدها بيدخل المطبخ وبيعمل لهم اكل وبيعملوا حفله بعد المهرجان، بيحتفلوا كلهم مع بعض. وبيقدم ريوما عرض بالسيف مع الفرقه، وكمان بيزعق لهم على الجيتار. يبعت ريوما رساله لإيلا بالمستجدات وهديه صندوق موسيقى، بيقول لها انه طلب من سيرجي يعمل له 2 مميزين وبعت لها واحد منهم. بيقولوا انه مش هينسى اليوم ده ابدا، يكمل حياته بنفس الاجتهاد والحماس. وكده يخلص الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلك اشعار الحلقه الجديده.